السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. كما العادة كنتمنى يلقاكم الفيديو وانتم بتمام الصحة ان شاء الله. كما كتشاهدوا اليوم البنات غادي نشارك معكم واحد الفطيرة مع المرأة اللي كتجي شكلها زوين والصراحة كتجي لذيذة البنات. كنتمنى تجربوها، سهلة في التحضير، كتوجد معكم الساعة الأخيرة البنات، ممكن توجدوها قبل الفطور. هنا اول حاجه كنديرها البنات دائما هي الحشوه، كنوجدها وكنخليها كتبرد كما العاده. عندي هنا فلفله صغيره اللي قطعتها خضراء، وعندي في بصله صغيره حتى هي قطعتها. بالنسبه للحشوه انا اكتفيت غير بهذا الشيء البنات. الا بغيتو ديروا فلافل الوان ممكن، وشويه د الملحه، ودرنا لها شويه الزيت كنديروها كتقليها فوق العافيه. بالنسبه لهاد الفطيره ما كتاخدش منك كميه كتيره ديال الحشوه البنات، فقط كميه صغيره. هنا ضفت الابزار وغادي نحرك مزيان البنات حتى تصهد ليا مزيان ديك البصله والفلفل. هنا الحشوه ديالي راه دخلها الطياب البنات كما كتشاهدوا. غادي نخليها غير تزيد غير واحد شويه وغادي نطفي عليها. وهنايا غادي ندوزو البنات العجينه. هنايا بالنسبه للعجينه كنحتاجو 2 كيسان ديال العنبه ديال الدقيق الابيض، عندنا ملعقه ديال الخميره ديال الخبز، عندنا ملعقه صغيره ديال السكر. انا في الوسط كنوضعوا السكر والخميره وكنضيفوا لهم الحليب. هنا شويه ديال الزعتر، وعندي الملحه البنات اللي نسيت ما ذكرتهاش معكم في الاول، راني درتها مع الدقيق في البدايه. وعندي واحد 2 ملاعق نتاع زيت الزيتون، ممكن تعوضوها بزيت المائده. وهنا غادي نخلطوا الفطيره ديالنا بالحليب، وممكن تعوضوها بالماء البنات الا ما كانش متوفر عندكم الحليب. بالنسبه للعجينه انا غادي تاخذ معايا كاس ديال الحليب. مع ذلك البنات دائما نبقاو نزيدو غير شويه بشويه، لان كتختلف دائما الكميه على حسب الدقيق، نوعيه ديال الدقيق، كاين اللي كيتشرب كاين اللي لا. انا خدت معايا كاس كامل نتاع العنبه، 2 كيسان ديال الطحين. غادي نعجنو شويه العجينه ديالنا، ضروري ما ندلكوها غير واحد شويه البنات، ماشي يدلك بزاف. ولا تملسه شويه، على الاقل واحد 5 دقائق ولا 4 دقائق هكذاك البنات. حنا كنديو فيها وردو بحال هكذا يا البنات. هنا العجينه ديالي راها معجونه شويه. دابا البنات من بعد ما دلكتها واحد 4 دقائق هكذاك، انا غطيتها بواحد بلاستيك وغادي نخليها تخمر. هنا العجينه ديالي من بعد ما دازت عليها واحد نصف ساعه تقريبا خدات ليا، ها هي خمرات واجده. دابا غادي نخويو منها الهواء، كنوضعوها فوق طاوله العمل ورشو شويه بالدقيق الابيض بالاستعانه باش ما تلصقش لينا الا بانت لينا كتلصق. ولا دائما كنضيفوا شويه ديال الدقيق وحنا كنحلوا العجينه ديالنا بالدلاك. هنا نستمر انا في كنشرح العجينه ديالي مع اضافه الدقيق مره مره. دائما نقلبوا العجينه ديالنا باش ما تلصقش لينا من التحت. هنا العجينه ديالي من بعد ما حليتها على هذا الشكل، انا خديت واحد الصينيه ديال الفران. شوفوا العجينه ديالنا كيف دايره البنات، ما تخافوش منها، ما كديفورماش لينا، كتبقى على محافظه على الشكل ديالها. هنايا البنات بالنسبه للحشوه خديت شويه ديال المايس اي الذره، الحشوه ديال البصله مع فلفله
شويه صوص طوماط، وعندي التونه والجبن. هنايا خديت واحد زلافه صغيره، غادي نحاول نوضعها في الوسط ديال الخبزه ديالنا او الفطيره ديالنا. هنا كناخدو الصوص جاهزه ولا الصوص ديال البيتزا اللي تكونوا درتوها قبل. غادي نوزعها على الفطيره ديالي بهذا الشكل كامل البنات. غادي نحاول نوزعها بواحد الملعقه بهذه الطريقه كما كتشاهدوا في الفيديو. كنحاول نوزعها كامل الفطيره ديالي، ما نخلي حتى شي بلاصه. من بعد البنات في هذه المرحله غادي تضيفوا نتوما شويه د الجبن موتزاريلا. انا هنايا نسيت البنات حتى درت الحشوه ديالي، عاد فكرت كان خصني ندير الاول الجبن ديال الموتزاريلا. ماشي مشكله، بحال بحال غيكون من الافضل انكم تضيفوه لتحت قبل الحشوه. هنا ضفت الحشوه ديالي ديال البصله والفلفل اللي كنت قدمت معكم في البدايه. كنحاول نوزعها بشكل متساوي على الفطيره ديالي. من بعد ما وزعت الحشوه ديالي كامله غادي ناخدو هنا شويه ديال الطون، كنوزعو حتى هو على الفطيره ديالنا كامله باش كل بلاصه تاخد حقها. هنا عاد فكرت الجبن بانني ما درتوش لتحت البنات. هي ماشي مشكل، غير بحال بحال البنات كيما درتو لها، غير من الاحسن انكم ديروه لتحت. انا من بعد ما وزعت الجبن ديال الموتزاريلا هنايا غادي نضيف شويه ديال الطون فوقو بهاد الطريقه. بالنسبه للناس اللي كيبغيو الفلفل الخضر ممكن يضيفوه خضر بلا ما يطيبوه ويضيفوا شي البصله حتى هي خضره. هنا ضفت الذره اللي كتبقى اختياريه، الا كانت موجوده غتضيفوها، الا ما كانش ماشي مشكل كتكتفيو بداك البصله والفلفله. وهنا كنرشو واحد رشيشه خفيفه الزعتر. وهنا عندي الفرماج حمار غادي نضيفه في الاخير، في الطبقه الاخيره البنات. كنتمنى يعجبكم الفيديو ديال اليوم، وما تنسونيش كما العاده بواحد لايك وتعليق اللي يكون زوين. هنا البنات من بعد ما حيدنا الزلافه ديالنا غادي نقطعوا الفطيره ديالنا في الوسط وكنقطعوها في النصف، ومن بعد كنقطعوها على شكل مثلثات البنات بهذا الشكل اللي شاهدتوه في الفيديو. كندير الصوره واضحه. وهنا من بعد كنقلب دوك المثلثات بهذا الشكل البنات، وكنحاول نزير عليهم من التحت باش يتشدوا ليا مزيان. هنا كناخدو اصفر بيضه وغادي ندهن دوك المثلثات فقط، غير هذوك المثلثات اللي كندهنوهم البنات بالصفر ديال البيض. كندهنوهم كاملين بهذا الشكل. بالنسبه للناس اللي باقيين ما مشتركينش في القناه يشتركوا فيها باش يوصلهم دائما الجديد. كنتمنى منكم تشجعونا البنات. صراحه الفيديوهات كياخذوا منا مجهود كبير باش الواحد كيديرهم. هنا في الاخير كنزينوهم بشويه ديال الجنجلان. بالنسبه لكم دائما كنقول التزيين كيبقى اختياري، ممكن تقدموهم غير هكذاك بدون اي حاجه. دخلت الفطيره ديالي الفران اللي بطبيعه الحال كيكون سخونه البنات. هنا الفطيره ديالي من بعد ما طابت وخرجتها خدت معايا هاد اللون البنات كما كتلاحظوا. صراحه جات رائعه البنات، جات هشيشه ورطبه والشكل ديالها حتى هو زوين. هذا هو الشكل ديالها كي جا البنات، جات هشيشه ورطبه بزاف. صراحه جات رائعه البنات، كنتمنى تجربوها ويعجبكم الفيديو ديال اليوم. كما العاده ما تنسونيش بواحد لايك وتعليق. شكرا لكم على المتابعه.